هل سألت نفسك يوماً لماذا الهرم الأكبر حجارته مختلفة عن الهرمين الآخرين؟ عندما تم تحليل جزء من حجارته وجد أن بها نتوءات هواء، وهذا يدل على كونها مصنوعة وليست مقطوعة من الجبال. فكيف صنعت وكيف صمدت تلك المدة كلها؟ لماذا الملك المنسوب إليه بناء الهرم الأكبر خوفو ليس له إلا تمثال من عدة سنتيمترات، بينما ملك كوتوت عنخ آمون لا ينسب له شيء بهذه العظمة، ترك مقبرة يتحاكى عليها العالم حتى الآن؟ لماذا بعد اكتشاف فراغ بارتفاع 30 متر تقريبا داخله، واكتشاف نفق بطول 9 أمتار، لم يستطع أحد الإفصاح عما بداخله بالرغم من كل التكنولوجيا الحديثة الموجودة؟ لماذا كل شيء في الهرم الأكبر بحساب دقيق للغاية، عدد حجارته ومكانه ومداخله حتى وزنه؟ كل تلك تساؤلات لا تدل إلا على أنه لغز الألغاز العظيم. الهرم الأكبر هو الهرم الأكبر في مصر، ويعتبر واحدا من عجائب العالم السبع القديمة. يقع الهرم الأكبر في منطقة الجيزة بالقرب من القاهرة، وهو جزء من مجموعة الهرم التي تتضمن هرم خوفو وخفرع. تم بناء الهرم الأكبر في القرن الثالث الألفية قبل الميلاد خلال الفترة الفرعونية القديمة. يعتقد أن خوفو الملك الفرعوني الذي حكم مصر في تلك الفترة هو من أمر ببناء الهرم. يبلغ ارتفاع الهرم الأكبر حوالي 146.6 أمتار، ويغطي مساحة قاعدته الدائرية مساحة تزيد عن 13 فدانا. تم استخدام حوالي 2.3 مليون حجر عملاق لبناء الهرم الأكبر، وهو مصنوع من الحجر الجيري الأبيض. الهرم كان يستخدم لدفن الملك خوفو، وكانت توجد داخله مجموعة من الغرف والممرات. الهرم الأكبر هو أحد أكثر المعالم السياحية شهرة في مصر، ويعد واحدا من أهم المواقع الأثرية في العالم. يجذب الهرم الأكبر كثيرا من السياح من مختلف أنحاء العالم، ويعتبر رمزا لحضارة وتاريخ مصر القديم. آخر معلومات عن الهرم الأكبر هي أنه يعتبر أحد أهم وأشهر المعالم الأثرية في مصر والعالم، ويقع في منطقة الجيزة بالقرب من القاهرة. تم بناء الهرم الأكبر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد تقريبا، وهو أكبر من بين الأهرامات الثلاثة الكبار في الجيزة. يعتبر الهرم الأكبر أحد عجائب العالم القديم السبعة، ويعتبر أيضا من أقدم المعابد والهياكل الدينية في العالم.